طبعا احنا يعني من كام يوم كنا بصدد طبعا ترقيات لوزارة الداخلية. عاوزين نسمع حاجة بقى وطنية عن مصر. قصيدتي بعنوان خير بلدنا للشاعر أحمد مرسي. بقول فيها: اتصل بي صديقي من فرنسا، قال تعالى يومين سياح، اوعى تنسى هات صحابك والولاد قبل ما بحر الوداد ينساك ويقسى. قلت له يا صاحبي قولي، لما تصحى تلاقي نفسك يوم أمير ساكن القصر الكبير، بين جيرانك بنت حلوة كان أبوها بيشتغل نائب سفير، بعد منها في الميدان بنت أجمل بس أبوها كان فقير. وانت بالاتنين تفكر في الجمال أشياء تحير، بس قلبك علمه ازاي يحب ازاي يغير. يعني في الحب الحقيقي مش بيفرق بنت باشا أو غفير. يعني مثلا انت لما عشقت مصر كان عشان الأهرامات ولا مصر الأنبياء أو حضارة ماضي فات ولا ريحة الأولية وسيدنا الحسين ولا جامع حضرة الباشا الكبير وعمنا محمد علي قلعة الناصر صلاح الدين وهيبة قصر عابدين العظيم ولا لجل المتحف المصري القديم ولا يمكن لجل أبو الهول الرظيم. سيدنا يوسف عاش في مصر، سيدنا عيسى كان بشارة للمحبة والسلام من قلب مصر، سيدنا موسى ناجى ربه في أرض مصر، حتى شمس الكون أول لما طلعت كان في مصر. لو تزور خان الخليلي، لو تغني في شط نيلي، أو تزور حتى القصور والمتاحف والقبور واللي منحوت على السطور، ولا انت عاشق الناس الجميلة أهلها الناس الكرام الطيبين اللي ما يفرقوش بين ملة ودين، وعزة النفس اللي فيهم أصل مرسوم على الجبين. قول يا صاحبي، فاكر البنت الجميلة بنت مولانا السفير والأصيلة اللي ساكنة جنب منها هي أصلا بنت باشا عمر أبوها ما كان فقير. قول يا صاحبي، قولها بلسان الفصاحة، اعترف قول الصراحة، اوعى تاني تقول فرنسا. مصرنا مصرنا أصل السياحة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها العظيم.